والشعراء في دمياط أو الشاعرات في دمياط قلائل جدا، وأقل القليل منهم الشاعر أو الشاعرة المتميز. سوف نستمع في البداية إلى قصيدة أو يعني حسب ما ترى الشاعرة، لكي يستطيع الجمهور أن يكون فكرة عن الملامح الشعرية عند أمل، ثم نستمع إلى الناقد الأستاذ ناصر العزبي. السلام عليكم. في البداية أحب أرحب بكل ضيوفي وأشكرهم على تشريفهم ليا. اسمحوا لي في البداية أسمعكم قصيدة للعتمة نهاية، وهي عنوان اللي أنا عنونت الديوان بعنوانها. القصيدة دي أنا قريتها لشباب الثورة اللي هم السبب في اللي احنا فيه دلوقتي واللي لسه هيجيلنا. للعتمة نهاية. قلت هتيجوا وديكوا جيتوا ما خابش رجايا، صبحكوا قل الظلم أكيد للعتمة نهاية. يا ما حلمتوا بنوركوا ويا ما بكيت في دعايا، جيتوا محيتوا الليل وكتبتوا أحلى حكاية، جيتوا رخيتوا ستار العار ورفعتوا الراية. يا أمل ياما حاولوا يطفوا ضياه جوايا، انتوا صبايا المسروق مني وانتوا عدايا، خليتوا عيني تحب الدنيا وتنسى بكايا. عزفكوا صح الفرحة في قلبي وعدل غنايا، ارفعوا راسكوا بكرة بتاعكوا مفيش وصايا، مفيش ايدين بتحش وتاكل نبت شقايا، مفيش وراثة وكلب حراسة بيجري ورايا. روح أبطالكوا فرحة بيكوا بتدعي معايا، ربي يصونكوا يا أغلى وأعظم درع حماية، يجعل ليكوا النصر رفيق أيامكوا الجاية. شكرا. نشكر الشاعرة. وقصيدة كمان هسمعكوا لحظة فرح. سهاني قلبي وفرح لحظة ما شافك ليه، خلاني ليه اعترف ان انت جوه عينيه، افرد حصير العشم وابدلك النكتة، والمح وميض الفرح في عيونك الضحكة، واسمع ضمير الزمن بيأنبه بشدة على ظلم قلب اتحرم الفرحة والضحكة. وتاري فيك يا زمن ايام كتير تتعاش، ايه خلى ريحة الفرح بتداعي بالاحساس، ايه خلى قلبي اتخرس يتخلى عن صمته، يصرخ يقول على الملأ انا بتسرق يا ناس. كان الحذر سكته والارتياب عارفه، ليه بعد ما يعتذر يرجع اسير ضعفه، يستنى ساعة اللقا قبل الميعاد بساعات، ويفوت عليه الزمن بشويش كأنه ما فات. صلي صلاة الأمل يا قلبي واتمنى، يصبح مسانا ضحى والنار تصير جنة. حفل الدموع انتهى اتهنى واتمنى، ده الليل طلع له قمر سهران علشاننا. شكرا.